بسم الله الرحمن الرحيم. يا مساء الفل، يا مساء الخير. ازي حضراتكم؟ يا رب تكونوا بخير وبألف صحة وسعادة. حابين نطلع كده مع حضراتكم لايف سريع نقول لكم آخر أخبار الرياضة المصرية، وهنتكلم النهارده في كرة القدم وهنتكلم برضو في كرة اليد. يعني مش هنتكلم في كرة القدم بس، فتعالوا كده نستهل سريعا كده اخبارنا من داخل جدران النادي الاهلي. النادي الاهلي يا جماعه، ومشكله احمد عبد القادر، النادي الاهلي ما عندوش ادنى مشكله خالص ان هو يبيع احمد عبد القادر، لكن هو النادي الاهلي عايز رقم معين في احمد عبد القادر. عايز بقى يروح بيراميدز، عايز يروح الزمالك، عايز يروح زي ما يروح هيجي له الرقم هيوافق على احمد عبد القادر. ده من الاخر كده يا عم ناصر، من الاخر كده يا ناصر، ان النادي الاهلي لما هيجي له رقم احمد عبد القادر رقم معين هيخلص فيه مع السلامه مع السلامه. ادم وطني، ايه حوار ادم وطني؟ ادم وطني النادي الاهلي شاف ان هو عمل مشكله كبيره جدا جدا بين وسام وبين النادي الاهلي وبين الاتحاد الفلسطيني. يعني ادم وطني هو اللي كان السايق القصه من الاخر. ادم وطني هو اللي كان يعني بيحاول كده ايه، طبعا هو حابب ان وسام يطلع بره عشان طبعا اكيد هيخش له فلوس وكوميشن والكلام ده كله، لكن هو النادي الاهلي شاف ان هو ما قدرهاش باحترافيه، وفي نفس الوقت كان بيحاول يبوظ صوره النادي الاهلي. فالنادي الاهلي النهارده طلع بيان ان هو يعني يمنع التعامل مع الوكيل ادم وطني. وكمان ادم وطني كان جاب عرضين لمحمد عبد الله، على الرغم ان ريبيرو عايز محمد عبد الله يقعد، وفي نفس الوقت عايزه يبقى تحت عينيه، بمعنى ان هو يلعب في الفريق المحلي هشوفه، لانه في المكان بتاعه 2-3. ولكن ادم وطني راح جاب له عرضين من بره، والنادي الاهلي على يعني بالاماره كده الاهلي راح رفض العرضين. يعني من باب وتلت كده راح قفل العرضين وقال لمحمد عبد الله احنا لو هنتعامل مع وكيل مش هنتعامل مع ادم وطني، مش هنتعامل مع ادم وطني، هنتعامل مع اي حد تاني غير ادم وطني من الاخر. فادم وطني هو خارج التعامل مع النادي الاهلي خلاص. محمد عبد الله باقي في النادي الاهلي حتى اشعار اخر. خلاص. طيب ايه تاني من حبيبي يا درش، انت اللي وحشني والله يا مصطفى، بقالي كتير جدا ما شفتكش ويعني مش عارف اقول لك ايه، يعني ليك وحشه كبيره جدا جدا يا درش. طيب تعالى نروح بعد حوار ادم وطني مع عبد الله. تعالوا هنروح لحاجه ثانيه. النادي الاهلي امام عاشور، وامام عاشور اتبلغ من النادي الاهلي او من يعني خلينا نقول مسؤولين في النادي الاهلي ان فكك او كبر دماغك او شوف لك وكيل تاني غير ادم وطني عشان الدنيا تمشي. وعايز اقول لكم ان الراجل ما عندوش ادنى مشكله خالص يعني امام عاشور من التجديد. على فكره امام فاضل له 3 سنين، ولو اتجدد كمان سنتين هيبقى 5 سنين. ف في نفس التوقيت يعني النادي الاهلي مش بيقف قصاد امام ولا هيقف قصاد امام. خلاص. ف يعني فقال له شوف لك وكيل تاني، شوف لك حوار تاني. يعني والنادي الاهلي يعني عايز اقول لك ان وطني قال له هنجيب عرضين، عرض فرنسي وعرض ما اعرفش ايه حكايه برضه فرنسا مع ادم وطني يعني. خلاص. وادم وطني ليه رايح للنادي الاهلي؟ دي برضه انا شايفها يعني دي حاجه غريبه عجيبه بالنسبه لي ادم وطني والنادي الاهلي. طيب ده بالنسبه لقصه امام عاشور، وبالنسبه لقصه عبد الله، وبالنسبه للقصه بتاعه احمد عبد القادر. ماشي. ايه تاني داخل جدران النادي الاهلي؟ النادي الاهلي هياخد وديتين يوم الاحد الجاي. مين وديتين مع مين؟ مع منتخب الشباب ومع بتروجيت. خلاص؟ مع منتخب الشباب ومع بتروجيت. خلاص؟ ف في الوقت الحالي هو ده، هي دي كل اخبار النادي الاهلي. كل اخبار النادي الاهلي. خلاص؟ طيب تمام جدا جدا جدا. الدنيا عامله ايه؟ ريبيرو معجب جدا 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 بمرعي. ريبيرو يعني عاجبه مرعي جدا في التمرينات، في التدريب، بالخروج بالكوره، بالكلام ده كله. ويعني اللي شافه مرعي، لا مرعي لعيب كويس. مرعي لعيب كويس. طب ريبيرو حط ايده على التشكيل؟ ريبيرو حط ايده على التشكيل
بنسبه يعني خليني اقول لكم 95%. خلاص، بنسبه كام؟ 95% ريبيرو حط ايده على التشكيل. خلاص كده تمام. طيب ده كده كل الكلام وكل المستجدات بالنسبه للنادي الاهلي. كل الكلام وكل المستجدات بالنسبه للنادي الاهلي. طيب الاصابات بقى، ما هو الناس برضو بتقعد تسالك ايه اخبار الاصابات؟ امام عاشور قدامه 10 ايام. خلاص، الخبر الفيك اللي نزل وجالي بيه تليفونات ان نادي الزمالك بيحاول ياخد امام وبتاع، يا جماعه امام لسه فاضل له 3 سنين في عقده، او اقل حاجه خلينا نقول 2 سنين في عقده. ازاي امام هيروح لنادي الزمالك مثلا، او نادي الزمالك يفكر يمضي مع امام؟ مش دلوقتي. لو نادي الزمالك حاول يمضي مع امام، هيحاول يمضي مع امام لما يكون مثلا في عقده سنه، يعني زي دلوقتي احمد عبد القادر خليني اقول لك الزمالك وبيراميدز بيحاربوا بعض على احمد عبد القادر. خلاص ماشي. طب اللاعب عايز يروح فين؟ اللاعب عايز يروح اللي يدفع اكتر من الاخر، وهيلعب وهيريح دماغه، وهو مش عايز يلعب في ضغط. هروح فين؟ حضرتك متخيل ممكن يروح فين؟ بيراميدز طبعا، بيراميدز. خلاص طيب، ده زي ما قلت لحضراتكم كده اخر خبر عندنا من نادي الاهلي. طيب تعالوا بقى هنروح لنادي الزمالك. نادي الزمالك النهارده لعب مباراه جديده ضد غزل المحله وفاز 2-1. ده خبر كويس جدا. جون ادوارد النهارده كان حاضر المباراه، والراجل لعب بتشكيلين والكلام ده كله. وجات لنا معلومه كده من جوه ان من الواضح كده ان الراجل هيعتمد على المهدي سليمان. تاني، الراجل من الواضح هيعتمد على المهدي سليمان. طيب المهدي سليمان الناس كلها كانت بتنتقد الصفقه ان الراجل كبير في السن والكلام ده كله. فكان في خبر بيقول ان النادي المصري البورسعيدي عايز عواد، وفي نفس الوقت نادي الزمالك عايز احمد عيد ابنهم في الاصل ابن نادي الزمالك. خلاص طيب ايه القصه بقى؟ القصه ان عواد مش عايز يروح في صفقه تبادليه. طب الراجل النهارده لاعب مين؟ لاعب محمد صبحي والمهدي سليمان. يعني عواد ممكن يكون خارج جدران نادي الزمالك. ده بالنسبه لي موقف عواد. موقف احمد فتوح في الوقت اللي احنا بنتكلم مع حضراتكم فيه، في اجتماع دلوقتي عشان يحددوا موقف فتوح ايه. هل نبيعه؟ هل نسيبه؟ هل وخليني اقول لك ان الاستاذ ممدوح عباس نزل تويته وفيما معناها يعني، او يعني اختصرها لكم في كلمتين، يعني ان لو فرطتوا في احمد فتوح فنادي الزمالك هيندم لانه موهبه كبيره ولكن احمد فتوح، يا احمد يا فتوح انت لازم تراجع صواميل دماغك شويه. لازم تكون محترف، مش هقول اكتر من كده، لا انت لازم يعني تبقى محترف بروفيشنال. تعرف يعني ايه بروفيشنال في الاحتراف، وتبقى محترف عشان تدي الكوره فالكوره تديك. طب انت ليه بتتك على احمد فتوح؟ انت زملكاوي يعني؟ لا خالص. انا بتك على احمد فتوح يا جماعه عشان خاطر مفيش باك شمال في مصر كلها زي احمد فتوح. عشان خاطر كل اللي يعرفنا يعرف ان احنا همنا على منتخب مصر. ان منتخب مصر كله ما فيهوش باك شمال يا احمد يا فتوح. يعني مفيش باك شمال انا اتمنه على منتخب مصر غير احمد فتوح. متخيل حضرتك؟ ليه؟ احمد فتوح ممكن يلعب لك باك شمال، وممكن يضم النص ملعب يلعب خط نص. لا، احمد فتوح بيلعب كرة شوارع. يعني ايه كرة شوارع؟ انت بتشتمه؟ لا يا عم ما بشتموش والله. كرة شوارع يعني واد مهاري بيلعب الكرة بتاعت الحارات، اللمسه، بيلعب السبعايه، الكلام ده كله، بيرقص بيشوط. فلا، لعيب محترم. فانا يصعب عليا اللعيب المحترم. طيب فده بالنسبه برضو لاحمد فتوح ونادي الزمالك. نادي الزمالك اخر صفقات زي ما اتكلمنا قبل كده كان محمد اسماعيل مدافع فرق. هل الصفقات خلصت على كده؟ لا. طيب في ترانسفير او ترانس ماركت قالت ان بيرستاو بنسبه 95% قريب من نادي الزمالك. مع العلم ان نادي الزمالك فعلا داخل في مفاوضات مع جناح. فهل بيرستاو الخطوه الجايه يجي يلعب مع نادي الزمالك؟ لعيب كبير. اضافه، ولكن على حسب
المستوى بتاع بيرسي تاو. تاني، على حسب المستوى بتاع بيرسي تاو. طيب، نادي الزمالك شغال في صمت في باقي الصفقات. وفاضل له 3 صفقات وشغال في صمت رهيب، وخلاص. ده كده بالنسبه لنادي الزمالك. كابتن حسام حسن، كابتن ابراهيم حسن قعد مع المدير التنفيذي للاتحاد عشان يحددوا المرحله القادمه. انا سؤالي، هو رئيس اتحاد الكوره فين؟ الراجل اللي مسؤول عن اتحاد الكوره فين؟ الناس اللي عندليب بتحط البلان لاتحاد الكوره فين؟ ايه الخطه الجايه لحضرتك في منتخب الكابتن حسام حسن؟ طب انت حطيت خطه للكابتن حلمي طولان، على عيني وعلى راسي، وهتلاقي الكابتن حلمي طولان هو اللي طالب ان هو يلعب دوره وديه قبل البطوله العربيه. خلاص؟ واحنا هنساند الكابتن حلمي طولان ومش هنتكلم على الاختيار ولا الكلام ده كله، واتكلمنا قبل كده عن الاختيار والاختيار كان ازاي والكلام ده كله، بعد كده هنتكلم. تمام؟ ففين الخطه اللي محطوطه لمنتخب مصر يا جماعه؟ فين؟ الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن كانوا قاعدين امبارح وكانوا قاعدين النهارده ومش عارفين الدنيا ماشيه ازاي. طب حد اعلم من اتحاد الكوره على الخطه؟ زي الدوري كده اللي يا احمد يا جمال اعلنوا عنه، وبعد كده بعديها بساعتين 3 اعلنوا على التوقيت واعلنوا عن الايام والكلام ده كله. فكانت برضه في اوقات غريبه وعجيبه جدا 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 جدا. طيب، ده بالنسبه لي اتحاد الكوره وبالنسبه للاهلي وبالنسبه للزمالك. بتروجيت، خليني اقول لك الاول غزل المحله. غزل المحله ضم مدافع نادي الزمالك محمد عبد الغني من البنك الاهلي. في نفس التوقيت تعالى اقول لك بتروجيت، حامد حمدان اخر قصته ايه؟ حامد حمدان لغايه دلوقتي ما نزلش التدريبات مع بتروجيت. حامد حمدان ما بيروحش بتروجيت، الراجل متمسك بنادي الزمالك. في نفس التوقيت بتروجيت عماله بتوقع عليه عقوبات وغرامات، يعني اللي موجوده في اللائحه. تحس ان حامد حمدان بيقلد اسامه ابو علي. يعني انت بتحس ان حامد حمدان بيقلد اسامه ابو علي، تحس ان هي فره في لعيبه الدوري عشان يضغطوا، وفره في الانديه. يا عم ما تسيبه تروح وخد فلوس، ايه المشكله؟ زي ما النادي الاهلي، بس النادي الاهلي ضغط بصراحه، يعني خلينا نكون فير، الاهلي ضغط عشان خاطر يعلي القيمه. هل نادي بتروجيت بيضغط عشان يعلي القيمه؟ هل تاني نادي بتروجيت بيضغط عشان يعلي القيمه؟ لان هو اللي مستحوذ على عقد اللاعب، هو اللي مستحوذ على بطاقه اللاعب، خلينا نكون صراحه وواضحين. طب نادي بتروجيت هيخسر؟ لا، مفيش نادي بيخسر، اللعيب هو اللي بيخسر. اللعيب هو اللي بيخسر. تعالى بص، احمد عبد القادر على الرغم من الحوارات والكلام ده كله، الراجل طلع اتكذب الكلام ده كله، ولكن احمد عبد القادر بيتمرن عشان سواء بقى راح زمالك، سواء راح بيراميدز، سواء راح هنا، الراجل عايز يروح وهو جاهز. زي زيزو هو جاي النادي الاهلي برضه، الراجل كان بينزل يتمرن في جيم وبعد كده نزل راح نادي الزمالك ابتدى يتمرن برضه وبتاع عشان يجي النادي الاهلي يبقى جاهز. ولما شفناه حتى في كاس العالم للانديه الراجل كان جاهز بنسبه 80%. طيب يا حمد يا حمدان، انت يعني اديناك 2 مثل، احمد عبد القادر وزيزو. خلاص. طيب انت دلوقتي رحت نادي الزمالك هتبقى فت؟ لا مش هتبقى فت. هتستنى لغايه لما يجهزوك عشان تنزل تمرين، عشان خواجه يشوفك ويلعب بيك ولا ما يلعبش بيك. شغلانه غريبه عجيبه بيعملها، وبيضغط على نادي بتروجيت، وفي نفس الوقت نادي بتروجيت يعني بيوقع على حامد حمدان العقوبات، يعني خلينا نقول متتاليه. محمد السيد الراجل عنده عروض من بره. هل نادي الزمالك يسمح لمحمد السيد ان هو يطلع لاعب نادي الزمالك؟ نشوف. في نفس التوقيت حسام عبد المجيد، يعني الراجل خلاص استقر ان هو هيمدد عقده مع نادي الزمالك، وهيقعد مع المسؤولين في نادي الزمالك عشان يشوف الدنيا هتمشي ازاي في تمديد العقد بتاعه، في ظل رغبه من المسؤولين في تمديد عقد حسام عبد المجيد. خليني اقول لك ان مدرب نادي الزمالك الجديد معجب جدا جدا بصلاح مصدق. معجب جدا جدا بصلاح مصدق. جماهير نادي الزمالك بتطالب برحيل يعني خليني اقول لك سيف الدين الجزيري. يقول لك سيف الدين الجزيري في الوقت الحالي ملوش لازمه، مش شايفينه هيفيد نادي الزمالك خالص، يعني هو مش هيفيد نادي الزمالك خالص.
فوجوده زي عدمه وبيقبض بالدولار. لا، سيف يتوكل على الله ونجيب مهاجم تاني يقبض بالدولار بس نستفيد منه. ولكن المشكله هنا في حوار سيف ان سيف لسه مجدد عقده مع نادي الزمالك. تاني ان سيف لسه مجدد عقده مع نادي الزمالك. والشيء بالشيء يذكر ان احنا اتكلمنا عن اخبار النادي الاهلي. مارسيل كولر خلاص خلص حاجه، الشركه بتاعته طلعت اتكلمت وكتبت، والوكيل بتاعه طلع اتكلم وكتب ان النادي الاهلي خلص كل حاجه مارسيل كولر. خلاص النادي الاهلي قفل الباب بتاع مارسيل كولر ومركز في اللي جاي. تيفيز رجع يدرب تاني الهاندبول في النادي الاهلي. ايمن يا فوزي منور غياتي. وخليني اقول لك بقى ان عمر ومحمد عدلان راحوا لنادي الزمالك في الهاندبول، ونادي الزمالك برضه في الهاندبول بيحاول كده يقوي فريق الصالات عشان يرجع قوي زي زمان. طيب يا ريت حضراتكم تردوا علينا في الكومنتات في الفيديو، تكتبوا لنا انتوا راضيين عن التجربه بتاعه يعني جون ادوارد، ولا تجربه زيها زي اللي قبلها زي اللي قبلها زي اللي قبلها في نادي الزمالك، ولا ايه القصه ولا ايه الحكايه. كالعاده تابعونا، هيبقى عندكم كل جديد باذن الله باذن الله باذن الله. تابعونا على صفحه عدي وشوت، تابعونا على قناه عدي وشوت على اليوتيوب. كالعاده كنت معاكم محمد حاتم، كلام سريع جدا جدا جدا. حبينا ندردش، حبينا نتكلم، حبينا نقول لكم اخر الاخبار. ان شاء الله صدقونا قريب جدا هنفتح بعض القضايا قبل ما يبتدي الدوري المصري، عشان عايزين نشوف دوري قوي. عندي شوت معاك في كل مكان، ما تنساش تعمل متابعه وفولو، هيجي لك الخبر لغايه عندك وانت بتشرب قهوتك. سلام.